الحبيب قلبك يطيب يا متابعين. موضوعنا اليوم في الفيفا، في 16 نادي سعودي مقدمين عليهم شكوى من درجة أولى، درجة ثانية، ودرجة ثالثة. طيب وش الشكاوي؟ كلها عن محترفين مقدمين شكاوي عند الفيفا. طيب هو الكلام مو في الشكاوي، الكلام كيف نسوي حلول. نعم الحمد لله الدوري السعودي ما شاء الله له سمعته، في تطور ما شاء الله، جاب محترفين وجاب نجوم ما توقعنا ان يكون في الدوري السعودي. هذا واحد. طيب ايش الحلول يا عيسى؟ الحلول بعد توفيق الله. مثلا دحين انا عندي انديه في الشرقيه، في ابها، في عسير، في مكه، في مدينه، في الرياض. يعني مثلا نقول الرياض، المدينه. طيب اقدم نادي في نادي الرياض معروف، أقدم من النصر وأقدم من الهلال ما شاء الله تبارك الله عليه. طيب مثلا دحين نادي الرياض ونادي قصدي الرياض مثلا في 10 أندية، 7 أندية، 8 أندية. طيب 8 أندية هذه يعني كلها أنا حصرف عليها، أخففها، أخلص الأندية من 3 من 10 أخليها 5 6 4، الباقي أدمجهم في بعض. ايش تقول يا عيسى؟ ادمجهم في بعض، انا اخفف الانديه، الصرف الزايد اللي فوق اخففهم. مثلا دحين نادي جده فيها 6 ولا 5 الفرق مثلا، يعني 6 7 اخففهم ادمجهم الى 3 ولا 4 انديه. طيب نجي للشرقيه، الشرقيه ما شاء الله تبارك الله فيها كذا نادي، وما شاء الله فيها 6 7 8. اخفف الانديه ونقص الأندية وأخليها من 10 إلى 3 إلى 4. ليه؟ أخفف الإنفاق في الأندية. هذا واحد. 2، أحاول الأندية يجيني مستثمرين. يشتغل عيسى يجيني مستثمرين الأندية، أنا أبيعهم. أبيع الأندية، أخلي مثلا عندي نادي، قول نادي النصر، نادي الهلال، نادي الاتحاد، نادي الأهلي، مو شباب، يعني هذول واجهة بالكرة السعودية أنا ما أبيعهم. باقي الأندية استثمر فيهم وبيعهم، يكون دخل للدولة، زي الدوري الإنجليزي، زي الدوري الإسباني، زي الدوري الإيطالي. يبيعوا الأندية بس بشرط ما تغير المسمى، يكون مثلا فريق السعودي زي كده. لكن النادي حق المستثمر عادي، مدام ما أنا أدفع من جيبي لاستثمار الأندية وزي كده، أخلي هو اللي ينفق. أي نادي مو قادر يدفع رواتب اللعب، رواتب النجوم، رواتب المحترفين، أهبطوا الدرجة الثانية. ما دفع أهبطوا الدرجة الثالثة. لازم يكون في نظام يمشي على الأندية كلها. ليه؟ عشان الشكاية في المستقبل ما تطلع. من ما عندك إمكانيات ما ممنوع تسجل، ممنوع تجيب أي صفقة، ممنوع تجيب أي مرة. لازم يكون نظام صارم على كل الأندية السعودية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. وصلوا على الحبيب وقلبك يطيب. اكتب لي في التعليقات وين أحسن موضوع عجبك.